بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الجو النهارده تلج. فانا جبت زي ما انتم شايفين كده ده كسوة انتريه. حبيت ان انا اجدد الانتريه بتاعي ان شاء الله على العيد الصغير. فانا كنت يعني نزلت فانا جبته. صراحة انا جايباه بقالي يعني فترة ومرضتش افرشه لان انا لسه عايزة اجيب ستاير وعايزة اجيب حاجات كده عشان احطها عليه. شايفين هو ده شكله. ثانية واحدة هوريكم كمان الناحية التانية يبقى اوضح شوية عن اللون ده. شايفين هو ده شكله كده. دي الكنبة الكبيرة وده كرسيين ودي كنبة صغيرة. على فكرة بيلبس اي مقاس، يعني حتى لو الانتريه بتاعك كبير صغير هو شايفين كده. الحاجات دي بتبقى زي الاستيك المطاط بيدخل في اي انتريه، ومفتاح منه الالوان زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله كذا لون. ده البني ودوت الكموني ودوت نبيتي وده سمول وده اوف وايت ودوت جنزاري ودوت ده الجنزاري وده الفستقي ودوت بني. ده مش واضح قوي اللون الصراحة. وهنا الوان زي ما انتوا شايفين كده فاتحة ومكتوب عليه كسوة انتريه لجميع المقاسات، يعني فعلا هو بيلبس اي مقاس. عايزة اقولك ودي الماركة بتاعته، صنع من اجود انواع الخيوط العالمية. هو ده تركي ودي مكتوب يعني ان هو ده الاصلي. شايفين المنتج الاصلي لان في ماركة مسجلة، لان في منه خلي بالكو ان هو في منه تقليد. فانا كنت ده جايباه ب1000 جنيه. ده الاصلي ده ب1000 جنيه. التقليد بتاعه ب500 جنيه وفي ب350 وفي ب750. فانت خدي بالك ادي الدمج كمان اهو تاني عشان ما تتغشيش. ودي الماركة دي على فكرة كويسة. انا جبته لان اختي بنت خالي هي زي اختي جايباه وفرشاه وعجبني عندها. فانا جبته الصراحة لان انا الانتريه بتاعي بقاله 6 سنين. فالفرش بتاعه يعني بدأ ان هو الوسخة يعني ما تروحش منه، وحبيت ان انا اجدد. بس انا مش هفرشه دلوقتي. انا ان شاء الله ناوية اجيب ستاير جديدة لان انا جايبة اللون النبيتي. هطلع واحد دلوقتي وهوريهولك. وانا بقى عايزة اجيب قماش هتحط هنا على القعدة افصله، ويعني المناديل هنا هعمل مناديل هنا. انا قلت يعني اشرح لك كده. هنا هعمل مناديل على الايد، وهنا على القعدة هعمل حتت كده زي مفارش تتحط على القعدة. وانا الانتريه بتاعي ليه مخدات وشلت. فطبعا الكسوة دي زي ما انتوا شايفينها في الصورة بالظبط هو على قد الكرسي بس معهاش اكياس ولا اي حاجة. فانا هجيب قماش امشيه على نفس اللون اللي انا جايباه علشان خاطر يبقى طقم شكله جميل ويبقى اكنه انتريه. مش هحس ان هي بياضات او احس ان هي حاجة كده يعني قديمة. لا ده طالع موضة على فكرة. وجبت كمان المفرش دوت. ثانية كده. جبت كمان المفرش ده علشان احطه على ترابيزة الانتريه يبقى مع الطقم، لان انا الطقم جايبان بيتي. المفرش ده كنت جايباه ب150 جنيه. يعني هو بردك سوري وما شاء الله تقيل جدا. شايفين السمك بتاعه ما شاء الله، ولونه جميل وعجبني قوي الالوان بتاعته اللي هنا دي اكن طبق زهور. انا الوقت طبعا عشان معايا عيل صغير فما بقيتش احط اي حاجه على الترابيزه، بستكفى بس بالمفرش، وعشان كده جبته شكل ومرسوم عليه هو لوحده كده. ما شاء الله تحفه زي ما انتم شايفين، وحجمه ما شاء الله كبير. وكنت جايباه ب150. انا في الاخر الفيديو هقول لكم جبت منين. شايفين بقى دول بقى اللي بيثبتوا البياضة او الفرشة على الكرسي. على فكرة هو مش لونه احمر، هو لونه نبيتي، بس هي مش عارفة الكاميرا ليه مطلعه لونه محمر. انا عايزة بردك اوريكي ثانية. شايفين هو كده بيبقى شكله ديت من هنا عامل زي الكوريشة كده اكني استك مطاط. شايفين كده اكنه مطاط. ودوت هيبقى من تحت الكورنيشة بتاعته. بصراحة انا معرفتش افرشه خالص لوحدي، بس بنتي خالي دي اختي صغيرة هي اللي هتفرشه معايا، هتوريني يعني بتفرش ازاي، لان هي اللي مجرباه قبليه وبقالها سنة جايباه
ما شاء الله، ولا اتقطع ولا اي حاجة، وبتغسله على طول وبتفرشه، يعني حاجة نظيفة. وبعدين خامته كمان حلوة وسهل علينا برضك عن الناس اللي نجيب قماش ونروح نفصل، يعني مكلفة. بصوا بقى دولت، شايفين دول الحاجات السفنج دي؟ هي كل كرسي، يعني الكرسي ليه 3، واحدة بتبقى هنا، هشرحلك على الكرتونة. هو كده خلاص دوت، هو 4 حتت، كنبتين وكرسيين. وهقولك برضك معلومة، بس ثانية واحدة. بصوا حبايبي، شايفة من هنا كده اللي هو الظهر بيتحط واحدة من دول، وعندي الايد من هنا واحدة، وعندي الايد من هنا واحدة. من غير دول مش هتثبت، لازما دول. فدول لما تشتري الطقم زي ده لازم تحافظي على دولت. خلاص احنا كده عرفنا دول. الكرسي ليه 3، والكنبة الصغيرة ليها 4، والكنبة الكبيرة ليها 5. 3 في الظهر و2 عند كل ايد. كده خلاص عرفنا. في حاجة بقى تاني عايزة اقولك، اللهم صل على النبي. لو الانتريه بتاعك الكرسي بتاعه مش اللي كده، اللي هو فوتيه، يعني رجليه خشب وظهره عالي، لازما بتعرفي البياع، بتقولوا له انا عايزه كسوه للانتريه، كنبتين و2 كرسي فوتيه، لان ليهم طقم غير ده خالص، عشان حرام ما تشتريهوش وبعد كده طبعا مش هتبقي مستفاده بيه. لان كل موديل هو يعني ده بيلبس اي حجم انتريه، النوعيه اللي هي الضخمه، اللي هو زي بتاعي كده. شايفين اللي هو كده، اللي هو كرسي مدور عادي وكنبتين مدورين. لكن اللي هو ليه كراسي فوتيه عالية، اللي هي بتبقى رجليها من هنا خشب، ليها كسوة تانية خالص. دي حاجة تانية زي ما قلتلك، الماركة دي كويسة ومضمونة وعن ثقة. يعني بقول لكم، يعني اختي جايباه بقاله فترة وما شاء الله حلو، وموجود منه جميع الالوان. فانا ان شاء الله هجيب ستاير بقى. طبعا انتوا شايفين هو ده لونه نبيتي، الستاير بتاعتي على الزيتي زي الانتريه بتاعي. فانا هجيب ستاير على نبيتي، وهجيب قماش هعمله كسوه زي ما قلت لكم للحاجات ديت، ان انا افرشها هنا. وللظهر عندي كل الظهر بتاعي ده هنا مليان مخدات وخداديات، فلازم طبعا اعمل لها كسوه جديده، مش هينفع احط الزيتي على النبيتي. بس هو ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم وكون قدرت اوصل لكم معلومه حلوه. وما شاء الله، لو انت يعني بتستعدي بقى تستقبلي كل سنه وانتم طيبين رمضان، عايزين نجدد، فاحنا بقى نحوش حاجاتنا من دلوقتي، مره نجيب كسوه، مره نجيب ستاير، مره نجيب سجاده، عشان ما نجيبش الحاجه مره واحده وتبقى مكلفه علينا والاسعار غاليه على فكره. وخلي بالك وانتي بتشتري، هقولك تاني، الماركة دي احسن حاجة، دي تركي، وادي اهو المنتج الاصلي، في منه تقليد. وانتي برضك امكانياتك ممكن تكوني حابة تجيبي التقليد عشان سعره، بس مش هيديكي جودة حلوة ولا هيديكي خامة حلوة. احبكم في الله ولا اله الا الله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وقولوا لي رايكم فيه. انا بحب دايما اخد رايكم في اي حاجه بشتريها. لو عجبكم قولوا لي حلو، لو ما عجبكوش برضك قولوا لي، وانا مش هزعل، انا بحبكم وبستقبل منكم اي حاجه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ولا اله الا الله. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.